عارفه ان وظيفتك مش اجبار ابنك ابدا على المذاكره، لكن المفروض انك تعرفيه ازاي يذاكر، ازاي يضيف مرح لوقت المذاكره، ازاي يتحمل المسؤوليه، ازاي ينمي مهاره التركيز عنده، ما يرحبش ابدا باي مشتت. الطفل البصري طفل هيحب المذاكره جدا لو قدمتي له مع المذاكره او الحاجه اللي بيذاكرها صور. السمعي لو عايزه تساعديه لازم تحفزيه انه يقرا اللي بيذاكره بصوت مسموع. الطفل الحركي محتاج منك انك تستوعبي الحركه بتاعته، وانه فعلا ما بيعرفش يقعد في نفس المكان فتره طويله. حد في العالم كله لا صغير ولا كبير ممكن يفضل وقت الشغل على وقت اللعب. ذاكرة والواجب عند الأطفال عامل بالظبط زي غسيل المواعين عندنا. مثلا غسيل المواعين عند الأمهات بينقسم لكذا قسم. في أمهات بتحب تغسل أي حاجة بتتوسخ أول بأول وما تسيبش فرصة إن المواعين تتراكم عليها، تبقى عارفة إن التراكم ده هيخليها تكسل. بس في أم تانية ممكن تغسل شوية شوية تستريح وما بتقدرش أبدا إنها تعمل المواعين كلها ورا بعض. بس في أم تانية كمان ممكن تغسل مواعين بس بيتخللها وقت مرح، وقت لعب. ممكن تبقى بتكلم حد في التليفون وهي بتغسل مواعين عشان يسليها انها تقضي الوقت ده او تضيعه. ممكن تسمع حاجة بتحبها، تشغل اي حاجة جنبها بتحبها، بحيث برضو انها تهون عليها الوقت اللي هي بتعمل فيه المهمة الشاقة بالنسبة لها. فالأطفال هم كمان زينا بالظبط، قسموا في المذاكرة المذاهب. زي بقى أنا أعرف طريقة أو مذهب ابني في المذاكرة أساعده أو أقدر أساعده بالطريقة اللي تناسبه. ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. فيلا أول متعلم معانا هو المتعلم البصري. الطفل البصري هو الطفل اللي بيحب التواصل البصري، بيحب الصور والأشكال أكتر من الكلمات المكتوبة، دقق في التفاصيل جدا، بيقدر بخياله إنه يألف قصص وحكايات من مجرد صورة. يفتكر أشكال الأشخاص، ممكن ينسى أساميهم، ممكن يشرح مشهد في فيلم بالتفصيل الممل. الذاكرة بتاعته بتحفظ الأشكال والأماكن كويس جدا، بس بيفقد تركيزه بكل سهولة لو حد عدى من قدامه في الفصل أو حصلت أي حركة في الفصل لخبطت التصور بتاعه. بيحب الكتابة اليدوية أكتر من قراءة المكتوب. بيذاكر على مكتب كبير، بيحط أدواته كلها على المكتب قدامه في محيط بصره. أنا ابني متعلم بصري وبتنطبق عليه كل الشروط دي، إزاي أساعده في إنه يذاكر أسهل؟ اول حاجه لازم تستخدمي في شرح اي حاجه انت عايزاها الصور والاشكال، الخطوط، الكروت المصوره. اي حاجه عايزه تشرحيها له اشرحيها له دايما بطريقه القصص والحكايه عشان تساعديه انه يرسم صور من خياله ويفهم اكتر. ساعديه انه يعمل قائمه اعمال بخط ايده. اديله دايما اقلام ملونه بحيث ان هو يخطط بيها العبارات او الجمل الملونه اللي لو هو بص لها، لان هو متعلم بصري، هتفضل في ذاكرته مده كبيره جدا وهيتعلم بالطريقه دي. تاني نوع معانا من الأطفال الطفل المتعلم السمعي. الطفل السمعي ده بيتعلم كل حاجة أو بيستقبل المعلومات عن طريق الأذن. يتعلم إنه يفتكر كلام المدرسين بتوعه ويفضل يردد الكلام بتاعهم ويكرر الكلمات بلسانه عشان يعرف الصوت ويسمعه كويس قوي ويفهمه. يفتكر الأسماء بسهولة جدا. طفل بيعرف يعبر عن أفكاره كويس جدا، من بيناقش المعلومات بتاعته مع مجموعات. طيب لو انا عندي طفل متعلم سمعي، ازاي اساعده انه يتعلم اسهل او ان انا اسهل عليه طريقه التعلم بتاعته؟ التعلم السمعي ده لازم تقراي له المعلومه او الحاجه اللي عايزه تشرحيها بصوت عالي. يقرا هو لنفسه بصوت عالي، بصوت مسموع، ويكرر اللي يقوله، لان هو دي طريقه التعلم بتاعته. ناقشيه دايما في اللي ذاكره، وخلي النقاش بتاعكم على هيئه اسئله واجوبه، بتسالي وبيرد عليكي. تستعيني او تستعملي معاه التطبيقات الصوتيه هتفيدك جدا. واهم حاجه انك توفري له مكان هادي للمذاكره، لان هو لازم يسمع اللي بيقوله كويس في جو هادي. النوع الثالث وهو الطفل الحركي او المتعلم الحركي. الطفل الحركي ده بيكون عنده طاقه حركه عاليه جدا، بيتعلم وهو بيتحرك، يقدر يجمع بين اللعب والمذاكره. بيتعلم وهو بيتحرك. مش ممكن ابدا يستوعب المعلومات لو انطلب منه ان هو يقعد هادي. مش ممكن ابدا يقعد يتفرج عليكي وانت بتعملي حتى الاكله اللي بيحبها، لان ايده بتسبقه وهو بيتعلم بايده. بيستمتع بكل الالعاب اللي بيقدر يستخدم فيها ايده. ممكن يستخدم الصلصال، المكعبات، اي مهاره هيستخدم فيها ايده ويتحرك فيها هتبقى مفيده جدا. انا لو عندي طفل متعلم حركي، ازاي اساعده انه يتعلم بطريقه تسهل عليه العمليه؟ اول حاجه واهم حاجه، ما تحطيش في اوضته حاجات كتير قوي. وفري متسع في المكان اللي هو بيذاكر فيه او في المكان اللي بيقعد فيه عشان هو يتحرك. قللي استخدام الالكترونيات، التليفون والتلفزيون على قد ما تقدر. ما تجبرهوش ابدا ان هو يقعد وهو بيكتب الواجب بتاعه، لكن خلي وقت المذاكره بيتخلله فترات من النشاط الرياضي. يعني بيذاكر شويه بيتنطط شويه، بيذاكر شويه بيتنطط شويه، علشان يقدر يفرغ الطاقه بتاعته بحيث ان هو يقدر يتعلم
اي حاجه جديده. غيري مكان المكتب بتاعه من وقت للتاني، لان الطفل الحركي المتعلم الحركي ده بيبقى ملول شويه، ممكن يزهق بسرعه من الشكل اللي شايفه باستمرار قدام. النوع الرابع معانا هو المتعلم بالقراءه والكتابه، والنوع ده بيشبه لحد كبير جدا المتعلم الحركي في انه بيحب يشارك اي حاجه بايده بس بطريقه مختلفه. الطفل ده بيحب الكتابه جدا، يكتب هوامش، يكتب مذكرات، اي اقوال عجبته يسمع بيكتب، وهو بيقرا بيكتب. طفل بيحب يذاكر في هدوء شديد جدا وبعيد عن الاطفال. وفي نفس الوقت الطفل بيحب القراءه، يعني ممكن طول ما هو ماشي في الشارع تلاقيه عمال يقرا اللافتات اللي موجوده في الشارع. لو دخلتي معاه اي مطعم هتلاقيه بيقرا القائمه بتاعه الطعام بشغف بنهم، عايز يقرا. يعني هو متعلم بالقراءه والكتابه، هي دي اللغه بتاعته، او هي دي الطريقه اللي بيتعلم بيها اي حاجه جديده. والطفل ده هتلاقي عنده قواعد اللغه قويه جدا، لان هو بيمارس الكتابه معظم الوقت. الطفل ده بقى ما بيعرفش يركز الا لو بيئه العمل او المكان اللي بيكتب فيه الواجب مرتب ومنظم. عايزه اعرف انا كأم ازاي اساعد ابني اللي هو بيتعلم بالقراءه والكتابه، ازاي اساعده ان هو المعلومات عنده تبقى اسهل، او ازاي ايه الطريقه اللي هذاكر بيها معاه. اول حاجه لازم تمرنيه عليها هي استخدام الوقت، لان الطفل المتعلم بالقراءه والكتابه بيكون عنده خلل في الاحساس بالوقت. علميه انه يحول الرسومات لكلمات مكتوبه عشان يسهل عليه الحفظ، ودربيه على العكس كمان، لان ده هيحسن الجانب البصري عنده. دربيه بالتدريج انه يسمع القصص الصوتيه بدل ما يقراها، عشان في الامتحانات او الاختبارات الشفويه يعرف ان هو يجتازها. وفي النهايه هقولك على كام نصيحه لازم تعمليهم لو انت عايزه موضوع الواجب او المذاكره ده يمر بسلام. اول حاجه لازم تعمليها انك ما تسمحيش ان الكتب تبقى في كل مكان. ما ينفعش الكتب تبقى على السفره، في اوضه النوم، وعلى السرير، وفي الارض. ليه يحافظ على الكتب بتاعته في درج خاص بيه. الماده اللي هيذاكرها يطلعها، يخلصها، يدخلها تاني الدرج، تطلع المادة التانية اللي عليها الدور، يخلصها، تدخل تاني الدرج، تطلع المادة اللي عليها الدور. لأن تخيلي معايا كده لو وجبة الغدا مثلا فضلت محطوطة على السفرة وقت طويل جدا، ايه اللي هيحصل لك؟ هتبقي يعني جعانة وعايزة تاكلي، ولا هتفقدي شهيتك وهتعافي الوجبة دي؟ ضيفي المرح والمتعة لوقت التعلم والمذاكرة. خلي الجمع والطرح لعبة، اللي هيجاوب اسرع هيبقى هو اشطر. الاملا في العربي حوليها لاغنيه وانت بتمليه. العلوم والدراسات استعيني بقى بصور وفيديوهات تعليميه وفرجيه عليها، وخليه يربط الاحداث او الصور دي باللي انت بتقوليه. التاريخ خليه عباره عن حكايات وقصص. اساليه دايما وانت بتذاكري معاه تاريخ، اساليه انت لو مكان الحاكم هتعمل ايه، انت لو مكان الشخصيه دي هتعمل ايه. فاكره دايما ان مفيش داعي انك تصرخي وتزعقي. ارمي الكوره في ملعبه وخليكي انت هاديه، وما تخليش المذاكره تاثر على علاقتك بابنك. ودي اهميه لوقت الراحه. ازاي؟ يعني قصاد كل نص ساعه مذاكره نص ساعه راحه، بشرط ان الراحه دي ما تكونش قدام تلفزيون او ماسك تليفون، لان انت وقت ما تخلص وقت الراحه عشان ترجعيه تاني ان هو يرجع لوقت المذاكره هيرجع بصعوبه جدا وهيبقى متضايق. فادي وقت مهم لوقت الراحه، لكن ممكن يلون، ممكن يلعب بصلصال، ممكن تلونوا حاجه سوا، ممكن تقوموا تعملوا اكله او اي سناك هو بيحبه سوا، تعملوا فشار سوا، تعملوا عصير سوا. لكن وقت الراحه ما يكونش قدام تلفزيون او تليفون. اخر نقطه بقى وهي مهمه جدا، ما تسمحيش بالتشتيت انه يحصل سواء ليكي او ليه. يعني ما تسمحيش بتشتيت الانتباه. معظم الاطفال وهي بتذاكر عشان عقلها الباطن عشان تتخلص من وقت الواجب ده او تخلص منه حتى لو للحظات، ممكن تبدا تفتكر ماما انا عايزه احكي لك صاحبي عمل معايا ايه النهارده، مش الميس النهارده يا ماما اتعصبت علينا، ويبدا ان هو يدخلك في حوارات تانية مش خاصه خالص بالواجب، بس الهدف منها ان هو يلغي موضوع ان انتوا تركزوا في الواجب، ويبدا ان هو ياخدك لسكه تانية. فانتي خليه ما يعملش كده، وخلي مثلا ورقه جنبك بيضه او معاه ورقه وقلم يكتب اي حاجه جت في دماغه، وتقولي له بعدين، ده مش وقت ده، احنا نخلص الواجب وبعدين نقول اللي انت عايز تقوله. فيديو النهارده مش تقييم للطفل، الطفل ده انسان مستقل بذاته، لكن الهدف منه انك تعرفي طبع ابنك وتقدري تتعاملي معاه، تعرفي نقاط القوه بتاعته وتفضيلاته وتعمليه. لازم تبقي عارفه ان وظيفتك مش اجبار ابنك ابدا على المذاكره، لكن المفروض انك تعرفيه ازاي يذاكر، ازاي يضيف مرح لوقت المذاكره، ازاي يتحمل المسؤوليه، ازاي ينمي مهاره التركيز عنده، ما يرحبش ابدا باي مشتت. الطفل البصري طفل هيحب المذاكره جدا لو قدمتي له مع المذاكره او الحاجه اللي بيذاكرها صور. السمعي لو عايزه تساعديه لازم تحفزيه انه يقرا اللي بيذاكره بصوت مسموع. الطفل الحركي محتاج منك انك تستوعبي الحركه بتاعته، وانه فعلا ما بيعرفش يقعد في نفس المكان فتره طويله. واخيرا الطفل المتعلم بالقراءه والكتاب طفل له موهبه وملكه خاصه في
التخيل والكتابه الابداعيه، فتعلمي ازاي تساعديه انه يطور الملكه بتاعته. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تقدروا تساعدوا ولادكم عن طريق كل ام تعرف النمط بتاع ابنها، او تعرف ابنها متعلم بصري ولا حركي.